ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هتكلم عن غدر الرجال. الراجل الغدار ربنا قالها في القرآن. يكفينا يعني بالطريقة العامية، يعني مش بطريقة آية القرآن، مش بفصل بالصورة. يكفينا شر غدر الرجال. غدر الرجال، الراجل الغدار. الراجل المين؟ الغدار. ايه بقى هو الراجل الغدار ده؟ اما الست تعيش معاه سنين طويلة، يعني سنين طويلة، عشرة وسنين، وتكافح معاه وتستحمل معاه وتشيل معاه، وكمان حط فوق ده اللي تخلف منه وتربي له عياله وتصونه وتعمل وتستحمل. ولو كمان هو سافر هي تسافر معاه وتدبر وتعمل، وفي الاخر بعد السنين دي كلها والعمر ده كله يديها القلم الصح التمام. ايه هو القلم التمام؟ يغدر بيها على طول، وش يروح مطلقها او يجي يتجوز عليها علشان تطلب الطلاق، لانها مش هتقعد كده. لان انت مش مثلا المالتي ملياردير او زعيم الامة عشان تعيش معاك. ما هي هتعيش معاك امتى؟ ما انت لو هتأمن لها حتى هتيجي تقول لها يا مدام انا هتجوز عليكي، وخدي دهب وخدي فلوس وخدي عربية باسمك وخدي شقة باسمك، زي ما العرب بيعملوا والسعوديين. لما بيجي يتجوز على مراته بيديها وبيدفع لها وبيكرمها وبيقول لها وبيخبرها قبلها، ما يتجوزش من وراها ابدا. لكن المصري برضه انا ما بعيبش في الرجاله عشان ما يجوش يقولوا في التعليقات انت بتعيبي. لا، انا ولا بعيب في الست ولا بعيب في الراجل، انا مع الحق. زي ما في رجاله وحشه في رجاله كويسه، وزي ما في ستات وحشه في ستات كويسه. في النوعين، الراجل الحلو والراجل الوحش، والست الحلوه والست الوحشه. ولكن الغدر، الراجل اللي بيغدر بسنين العشره وبايام العشره وسنوات الكفاح، واللي بتشرب المرارة معاه وتشيل ولاده وتعلم له ولاده ويكبروا ويتجوزوا ويعيشوا، وصحتها تتهلك وسنين عمرها تتهلك وتضيع وشبابها يروح، وفي الاخر يقول لها انت عملتي لي ايه؟ يلا خدي الورقة مع السلامة، ويروح يتجوز واحدة ما تساويش 3 تعريفة بالنسبة اللي كافحت معاه وعاشت معاه. ده اللي بيحصل وده اللي بنشوفه في شعب مصر، الرجاله المصريه بالذات. البلاد التانية ما تلاقيش كده خالص، يعني البلاد التانية ما تلاقيش الغدر. الغدر من صفة الراجل المصري. الراجل الايه المصري هو الغدار، هو اللي بيخون. انا مش ضد الراجل المصري، انا بقول انا مش ضده. في رجاله محترمه جدا وبتقدر الست وبتحطها فوق دماغها والاخر يوم، ولو ماتت بقى ما يفضل اسير ليها وعمره ما يتجوز تاني ولا يشوف غيرها، ويفضل كده اسير ليها. ده راجل شهم محترم يتحط فوق الدماغ. انا بقول الراجل الندل الخاين الغدار اللي بيخون العيش والملح والسنين العشرة واللي الست وقفت جنبه، ده راجل يعني ما تتهونيش في حقوقك معاه ابدا. اوعي تسيبي حق من حقوقك، ولا سنة واحدة ضاعت من عمرك، ولا ساعة ولا يوم. اوعي بعد كل اللي عملتيه وقفتي جنبه وضيعتي شبابك وعمرك. ده في كمان ستات بتعمل ايه؟ خدوا التقيلة. ايه هي التقيلة؟ الست ممكن تشتغل معاه وتساعد وتسافر معاه وتشتغل بره وتديله. وده في ستات بتدي بذهبها وفلوسها ومراسها وشغلها وصحتها وطاقتها وخدمتها ليه ولعياله، اللي هم عيالها، بس هو المسؤول، هو اللي يشيل، هو الراجل. انت تشيلي وفي الاخر يقولك مع السلامه، ولا حد ولا ابنك هينفعك ولا جوزك. صحتك وقفتك على رجلك والقرش اللي في جيبك هو ده اللي هينفعك في الكبر، في كبرك هو ده اللي هيقف جنبك، هو ده اللي هيسندك. وايمانك بالله قبل اي شيء عز وجل. ايمانك بالله اولا واخيرا، ربنا بتستمد منه قوتك وايمانك بالله عز وجل. لكن انت تعملي ايه في وقت زي كده يا ست يا مصريه او يا خليجيه؟ بس انا بوجه كلامي للمصريات والخليجيات والسعوديات. بس المراه السعوديه ما بتشوفش الغدر ده لان الراجل السعودي بيقدرها. بس برضه اسمعيني، احتمال 4% يحصل غدر، بس متهيألي ما بيحصلش. دايما الغدر بيجي في الراجل المصري، والست المكروره دايما هي الست المصريه، الست الشقيانه المكافحه التعبانه اللي بتدي بصحتها وبعمرها وبشبابها وبمالها وبشغلها وبمراسها وبذهبها كله،
تدفع وتدي على سبيل انه هيقدر ايه اللي هي عملته. في الاخر تيجي تلاقي في الكبر اداها استمارة 12. ما هي استمارة 12؟ انا مستغني عنك من الخدمة، اطلعي بره الخدمة. بس تبدأ بقى الست تعمل ايه بقى؟ ما هتجيب فلوسها منين اللي راحت؟ هتجيب ذهبها منين؟ هتجيب شغلها السنين اللي اشتغلتها دي وراحت عليه منين؟ هتجيب صحتها منين؟ عمرها منين؟ شبابها منين؟ هو الراح بيجي؟ ما بيجيش. هتجيبه منين؟ الست تتجنن بقى. يعني في ستات يعني بتمرض وبتعيا وبيحصل بيجيلها امراض مزمنه وبتتجنن بقى، بتمشي بقى تتجنن وتجيلها حاله من العصبيه المفرطه. ما حقها، ما هتعمل ايه؟ ما الست ما عملتش حساب اليوم ده، ما عملتش حساب هذا اليوم. فانت تعملي ايه بقى؟ تعملي حساب من قبل كده، من زمان. ادخري، شيلي. ما تفرطيش في صحتك ليل نهار كده وتقعدي الست البطله اللي هي يعني اللي خلاص بتطلع وتتصحلك على الحيطان. لا، اهدي كده، صحتك دي عليكي حق. وادخري للزمن دهب وفلوس، اعملي ليكي. حافظي على صحتك، ما تهدريش كده، ما تقعديش 24 ساعه تخدمي في جوزك وولادك. ان لبدنك عليك حق. اعملي حساب الزمن واليوم اللي هيجي في الكبر هيجي. ما بقومكمش على الرجاله، بس بقولك احذري في بعض الرجال غدارين وخاينين. في بعض الرجال بقولك احذري 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 احذري. فبقولك احذري ليه؟ لان الغدر بيجي بعد السنين دي كلها، تلاقيه اداكي بقى فوق دماغك. فانت اعملي حسابك من قبل كده. الراجل ده اللي غدر بيكي ده وخانك وبعد السنين دي كلها اداكي فوق، يعني سوري، يعني اداكي فوق قفاكي، ما هنقولها بالعامي بالبلدي بقى، هو كده. تعملي ايه بقى مع الراجل ده؟ انت ما عملتيش حساب الزمن، ما حافظتيش على صحتك، ما ادخرتيش فلوس، ما شلتيش دهب، ما عملتيش حاجه. طب انت هتطلعي كمان واخده على قفاكي؟ لا، الراجل ده ما يستحقش تعيشي معاه دقيقه واحده، لحظه واحده. وما يستحقش ان تفرطي تروحي تخلعيه في المحكمه يا هبله يا عبيطه، ولا تروحي تبليه عند المأذون. ليه؟ ده انت قعدت سنين، اديتي سنين ليه ولعياله سنين. لا، انت تعالي بقى كده انت، وبرضه اللي هتعمليه اللي انا هقولك عليه ده برضه لا يساوي حاجه، لا يساوي حق من حقوقك. انت تروحي ترفعي طلاق للضرر في المحكمه، هتاخدي حقوقك والسنين اللي عشتيها فيها كلها. ولو هو دخله كبير هيتاخد منه كل حاجه، ماشي. بس انت برضو اللي هتاخديه ده مش هو ده حقك، انت حقك اكتر من كده بكتير. انا مش ضد الراجل ولا الست، ولكن انا ضد حاجه واحده، هي الظلم. رددوها، قناتي ضد الظلم سواء من الراجل او من الست. عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. فعلوا الجرس فضلا وليس امرا. فعلوا الجرس واشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. تفعلوا الجرس يوصلكوا الفيديو جديد. اشتركوا في القناه عشان تبقوا من اخواتي ومن حبايبي، وكل فيديو بنزله يوصلكم. سلام.